اهلا وسهلا بيكم. الفيديو بتاعنا النهارده هو عباره عن شراكه ما بين مؤسسه نيرفولوجي كمؤسسه تعليميه. الشراكه دي مع عياده اكزون، عياده علاج طبيعي متكامله لمرضى الاعصاب، شامله بقى كل اقسام الاعصاب اللي احنا بنتكلم عليها في فيديوهاتنا، سواء الامراض دي حاجات نتيجه حوادث او نتيجه اصابات زي مثلا امراض زي الجلطات والكلام ده، او حوادث زي اصابات النخاع الشوكي. عشان كده عملنا الشراكه دي مع اكزون عشان نضمن لكم اعلى كفاءه من الجلسات بتاعتكم واعلى كفاءه من الخدمه اللي هتتقدم لكم في مجال تاهيل مرضى الاعصاب. وطبعا يسعدني ان انا اكون المشرف الطبي على مركز اكزون، وعشان كده جبت لكم الفيديو ده وهوريكم المركز بتاعنا وكل تفاصيله. يلا بينا. بتبدا رحلتنا معاكم من اول تجهيز المكان لاي مريض اعصاب. اول حاجه بيحتاجها مريض الاعصاب اول ما بيوصل المركز عندنا هي الرمل. عشان كده احتاجنا ان احنا نعمل الرمل كامل وثابت في نفس الوقت عشان يستقبلك ويبدا الكرسي بتاعك يتحرك بشكل سموث شويه، ما تبقاش حوار صعب شويه في النقل وهكذا. بعد كده بتبدا تشرفنا، بندخل على الريسبشن بتاعنا. ندخل على الريسبشن بتاعنا، بنبدا نحجز الاسسمنت بتاعنا او التقييم الكامل لينا. بنبدا الرحله، نبدا نملى الفورم بتاعتنا عشان نعرف كل الداتا بتاعتك، سواء عملت عمليات قبل كده او لا، والعمليه الجديده اللي انت عملتها او الجلطه جت امتى او حصل امتى وسنك كام، والمعلومات الاساسيه ليك. قبل ما اقول لك بقى احنا هنبدا نعمل ايه، لازم نتكلم في حته ان احنا اهتمنا بالريلاتيف شويه او المرافقين شويه، وهي منطقه اريا كامله لاي ريلاتيف عشان يقدر ان هو يبقى مرتاح ومطمن على المريض بتاعه جوه عندنا، في نفس الوقت يبقى قاعد في بيئه مريحه ويقدر ينتظره، لان جلسات الاعصاب بتاخد وقت شويه. هنبدا بقى دلوقتي ندخل مع بعضنا المنطقه التريتمنت اريا او منطقه العلاج. اول ما المريض يدخل عندنا بنبدا زي ما قلت لكم ناخد الفيتال ساينز بتاعته. الفيتال ساينز بتبقى في المنطقه دي، بتبقى درجه حرارته، لان معظم العيانين بتوعنا لو عنده اي مشكله بتسمع بعد ارتفاع درجه حراره. نفس الكلام في الضغط، بناخد قياسات ضغط، بناخدها مرتين او ثلاثه عشان نتاكد ونقول ان المريض بتاعنا ده هيدخل اصلا الجلسه ولا لا. بعد ما بنخلص الفيتال ساينز وبناخدها وبنقرر ان المريض بتاعنا هيبدا يشتغل، تعالوا نتكلم بقى على مكونات الجلسه بتاعتنا. احنا عندنا صاله كامله، الصاله دي بنقسمها لحاجتين. اول حاجه هي الحاجات اللي خاصه بالجيم، وهنا الجهاز يبان ان هو جيم بس احنا بنقدر ان احنا نحوله ان هو يفيد مرضى الاعصاب، ما يبقاش كانك نازل جيم علاجي كده وخلاص، لا. اول جهاز منهم هو الكيبل سيستم، طبعا ده من اشهر الاجهزه لان هو بيشتغل على الابر بادي او العضلات كلها بتاعت الدراع بتاعتنا. وتاني حاجه ان احنا ممكن اشغله اصلا على الرجل، ممكن اشغله بايلاترال على الناحيتين، ممكن اشغله باي شكل انا عايزه. طبعا ده بتبقى اكوردنج للكيس بتاعتي انا عايز اوصل معاها لايه. عايز اوصل لدرجه ان هو يعرف يثبت على رجله او ان هو يعرف يحرك رجله بشكل صحيح. بعد كده بننتقل للجهاز اللي بعده، وده بيبقى مين لعضلات الشيست، وده مشهور جدا طبعا في الجيم، بس زي ما قلت لك احنا هنا مش بنشتغلها كجيم بس، لا احنا بنوظفه على المريض بتاعي. لو المريض ده كان اصابه نخاع شوكي مثلا في الفقرات الصدريه، غير مريض الجلطه، غير مريض اصابه النخاع الشوكي الفقرات العنقيه، وهكذا. كل مريض بيبقى حكايه معينه، وكل مريض بيكون ليه شكل من اشكال التريتمنت على الجهاز الخاص بيه. بعد كده هنتكلم بقى على الاجهزه دي. مثلا ممكن الجهاز اللي عندنا ده زي الليج بريس حاجه مفيده جدا جدا جدا، لان المريض يعرف يسند على رجله ويعرف يقف، لان واحده من المشاكل اللي بنقابلها في مرضى الاعصاب عندنا ان المريض مش بيعرف يفرد رجله اصلا، وبتبدا رجله تتني منه لما بيقف في الوقفه العاديه بتاعته. بعد كده مثلا جهاز زي ده بيشتغل على العضلات الاماميه والعضلات الخلفيه، ودي من اكتر العضلات اللي احنا بنترجتها في المرضى بتوع الاعصاب عشان اقدر اوصل المريض بتاعي للمشي والحركه. وبما اننا قلنا مشي وحركه فما فيش احسن من التريدميل. طبعا التريدميل هي اكتر حاجه بتسيميليت المشي الطبيعي بتاعنا، بس طبعا احنا عشان بنتكلم في مرضى الاعصاب فاحنا زودناها بسسبنشن سيستم. يعني ايه سسبنشن سيستم؟ هو سوت كده بتتلبس، ببدا ان انا ارفع المريض بتاعي، ارفع الويت بتاعه شويه عشان يقدر ان هو يتحرك بشكل سموث شويه، واقدر ان انا اوصل للحاجه اللي انا عايزها، ما يبقاش المريض ماشي كانه ماشي على الارض، لا ده انا رفعته سنه عشان الدنيا تتحسن عنده. بعد كده بنوصل للبايك. البايك واحده من اهم الحاجات اللي احنا بنحتاجها في مرضى الاعصاب، مش عشان اقوي الرجل والكلام ده، لا خالص، لان الابحاث الجديده كلها اتكلمت ان المرضى بتوع الاعصاب بتوعي لازم ان انا احسن عندهم الكارديو بالمونري اللي هو الجهاز التنفسي بتاعه. فممكن المريض بتاعي حركيا يكون كويس، لكن الجهاز التنفسي هو اللي عامل عائق ان هو مش عارف يتحرك، خصوصا مرضى الام اس. فانا مرضى الام اس دول لما انا بشوف الفاتيج ليفل بتاعه او التعب بتاعه بيوصل لفين، ابدا اوقف واشغل البايك بتاعتي واشوف المريض بتاعي النهارده وصل لقد ايه، بكره يوصل لايه، وبعده، وهكذا. بعد كده بندخل بقى على الجيم العلاجي، وهي الحاجات الخاصه بقى بالعلاج الطبيعي اللي احنا مش هنشوفها في الجيم العادي. اولهم واشهرهم هو جهاز التلتنج تيبل. جهاز التلتنج تيبل كلنا عارفينه، اللي هو الترابيزه المائله. ده بيشتغل فيه في العيانين اللي بيبقوا لسه في الاكيوت ستيج، اللي هي المرحله الاولى، المريض ما بيقدرش يقف فمحتاج ان هو يعرف يقف، فاحنا بنحط على التلتنج تيبل. التلتنج تيبل بيبقى السيريز بنفس الشكل كده. هدف ده ان انا احافظ على رجل المريض بتاعتي
فيها كالسيوم زياده والتحميل بتاعها تمام، عشان ما يقدرش او ما يبقاش عنده اي كسور بعد كده، او ان الكالسيوم يبقى قليل في رجله. وتاني حاجه ان هو بيحافظ على البلاد بريشر بتاع العيان. وطبعا اهم حاجه ان هو بيحافظ لك على ايه، على فكره ان المريض لسه بيحمل على رجله ولسه بيقف، فده هيأهله لك في الفتره الجايه. بعد كده بندخل بقى على الجيم العلاجي. زي ما احنا شايفين، اهم حاجه في الجيم العلاجي مش الاجهزه، اهم حاجه ان يبقى ليك مساحه كامله تعرف تتحرك فيها، تعرف تتحرك سواء دكتور او يعرف يتحرك المريض، يعرف ياخد خطوات وهو بيمشي، نعرف نعمل جيت تريننج تدريب مشي، نعرف نخلق تمارين، مش لازم التمارين كلها تبقى على اجهزه بس. ميزه العلاج الطبيعي للاعصاب هو ان هو كرييتيف، ان انت تعرف ان انت تفكر وتبدع في التمارين بتاعتك. بس طبعا ده ما يمنعش ان يكون في البيزك ليفل بتاعنا، زي مثلا الوول بارز اللي موجوده. الوول بار دي ممكن تشتغل بيها مليون تمرين على حسب انت اصلا هتعمل ايه وهكذا. بس هي بتفيدك في فكره ان انت تتحول من ان انت مش قادر تقف لوحدك، ان انت تعرف تقف وتبقى ثابت، سواء ان انت بيبقى وشك للوول بار او ظهرك. تاني حاجه طبعا البارل بارز. البارل بار هي المرحله اللي احنا بنوصل فيها المريض بتاعي من فكره ان هو يقدر يتحرك لوحده، او فكره ان احنا لازم نسنده، لفكره ان هو يبقى ماشي بوكر، اللي بعد كده يبدا يمشي بعكاز وهكذا. بعد كده السرير العملاق اللي انتم شايفينه ده، السرير ده هو فايدته للليفل اوف ترانسفير. يعني ايه ليفل اوف ترانسفير؟ انا المرضى بتوعي بييجوا مثلا كل همه ان هو عايز يعرف ينقل نفسه من الكرسي للسرير او من السرير للكرسي، يعرف يعمل رولينج، يعني يعرف يجي على جنبه، يعرف يتحرك في السرير. دي بتبقى مشاكل على فكره كبيره في مرضى الاعصاب، عشان كده بيبقى محتاج سرير كبير اعرف ان انا اعوده اصلا فيه، واعمل سيميليشن لنفس السرير بتاع البيت بتاعه، فيبدا يتحرك بشكل مناسب. فانا لازم محتاج سرير كبير. السرير ده يكون بارتفاعات اعرف اوطيه واعليه، اعرف انقله منه لكرسي ومن الكرسي للسرير، فابدا اوصله للفانكشنال ليفل اللي احنا محتاجينها اللي هي الترانسفير. بعد كده هنيجي بقى لاوضه كامله للاوكيبيشنال ثيرابي. يعني ايه اوكيبيشنال ثيرابي؟ هو العلاج الوظيفي. العلاج الوظيفي هو ان انت بعد ما تخلص التمارين بتاعتك مع المريض، وايدينا بقت كويسه ورجلنا بقت كويسه والكلام ده، هنلاقي ان في حاجات واقفه مع المريض بتاعي. يعني يجي يقول لك انا مش عارف ازرر قميص، مش عارف اكل لوحدي، مش عارف اقطع بالسكينه، الكلام ده كله. وده عملنا له يونت كامله بتتكلم عن النقطه دي. نمسك المريض بتاعنا، نعمل الفحص، نشوف ايه الحاجات اللي ناقصه فيه من وجهه نظر الاوكيبيشنال ثيرابي، ونبدا نشتغل عليها. تعالوا بقى اخدكم على الدور اللي فوق، وهو الدور اللي فيه الجلسات العلاجيه او فيه الغرف العلاجيه بتاعتنا. يلا بينا ندخل بقى على الجزء الخاص بالجلسات العلاجيه. الجلسات العلاجيه نقصد فيها الجلسه اللي في الغرفه، مش جلسه الجيم وهكذا. تعالوا نتفرج كده على مديول من الغرفه عندنا. ندخل الغرفه، السرير مخصص للجلسات بتاعت الاعصاب بابعاد معينه، والابعاد دي عايز اقول لك ان هي الستاندرد اصلا العالمي للجلسات بتاعت الاعصاب. ما نسيناش طبعا اجهزه الكهرباء. اجهزه الالكتريكال استيميشن او الاستثاره الكهربائيه من اهم الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها في مرضى الاعصاب، عشان تبدا الدنيا عندنا تكون احسن، ونبدا ان احنا ننشط العضلات بتاعتنا بشكل صحيح، ونبدا نشتغل الجلسات بتاعتنا على السرير. وطبعا عايز اقول لك ان كل تفصيله ما نسيناهاش خالص، واهم تفصيله فيهم هو ان لو المريض احتاج اي حاجه من التمريض او حاجه، ممكن يعمل طلب المساعده، يبدا يدوس، يجي التمريض على طول في اسرع وقت، عشان احنا عارفين ان جلسات الاعصاب ممكن يحصل فيها اي تطور او اي حاجه هتحتاج تدخل مننا على طول. كل مكان في اكزون هو مخصص لمرضى الاعصاب. كل ممر متاخد بمقاسات معينه بتاعه الويل تشير او الكرسي المتحرك. كل ممر وكل دخلة اوضه منهم بتسمح بدخول الويل تشير ده. كل اوضه ليها تهويه معينه، عشان عارفين ان المرضى بتوعنا لازم يتحطوا في كونديشن كامله، عشان في امراض كتيره بتتاثر بدرجه الحراره، في مرضى مش بيبقى قابل ان هو يجهد عشان الحراره او الكلام ده. بنبدا ان احنا نهيئ الاوضه دي عشان نقدر نشتغل فيها بشكل كامل على اسس علميه. قدرنا ان احنا الحمد لله ناخد بالنا من حاجات كتيره خاصه بيكم، وتفاصيل ممكن انتوا نفسكم ما خدتوش بالكم منها، بس عشان نوفر لكم اعلى شكل من الرعايه واعلى شكل من النيورو ريهابيليتيشن. لان احنا عندنا في مصر هنا دكاتره واماكن خاصه بالنيورو ريهابيليتيشن مش موجوده في اي مكان في العالم. وعشان التجربه تكمل مش هتكمل غير بيكم. هنستناكم ان شاء الله تنورونا ونبدا رحله العلاج مع بعض، وان شاء الله ربنا يجعلنا سبب في شفاكم. نشوفكم على خير ان شاء الله.